السلام عليكم عزيزي مشاهد قناة الدرع، أهلا بك معايا في حلقة جديدة. النهاردة حلقة إن شاء الله تكون قوية وكالعادة فيها ردود نارية. هنخش في العناوين ومنها إلى التفاصيل، بس في البداية فضلا وليس أمرا الشير والدعم واللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. يلا بينا على العناوين. أول عنوان معانا النهاردة وهو خالد الغندور دائم التهكم والتلقيح على النادي الأهلي، وصدق أو لا تصدق محمد صبري مذيع قناة الزمالك واللاعب المنتمي للزمالك سابقا بيطالب بتجنيس خوان ألفينة، بل والمطالبة بإعطاء نادي الزمالك مبالغ مالية نظير ذلك. فضيحة مدوية فجرها ابن نادي الزمالك السابق، وإعطاء رشاوي للمدربين لتأييد اللاعيبة الناشئين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة إن شاء الله تنول إعجابكم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، وانصر أهلنا في فلسطين، وعز الإسلام والمسلمين، واحفظ مصر والأمة العربية والإسلامية أجمعين. يلا بينا على التفاصيل. خالد الغندور اللي مالوش شغلانة يا جماعة غير التلقيح على النادي الأهلي، غير إقحام النادي الأهلي في أي جمل تخص الموقع الرسمي للفيسبوك بتاعه أو أي وسيلة إعلامية بيطلع فيها. ليه؟ لأن أنا لما أتكلم عن النادي الأهلي هبقى محل جدال، الناس تتكلم عليا أطلع ترند وهكذا. ده خالد الغندور مع شغل كنسة. وبيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك إن الفرق بتاعت أفريقيا فرق ضعيفة، واللعيبة اللي فيها فرز ثالث ورابع، وبيجيبوا مدربين بملايين الدولارات. طبعا ده تلقيح على النادي الاهلي وياستروب اللي جه المدرب الدنماركي، وبيقول لك بيجيبوا لعيبه بملايين الدولارات، وفي الاخر بطل الكونفدراليه يكسب بطل دوري ابطال افريقيا. طبعا تلقيح سخيف كعاده خالد الغندور. بس عايز اوضح لك شويه حاجات. اول حاجه اللي صارف ملايين الدولارات هو الزمالك اللي صارف 7.5 مليون دولار يا خالد يا غندور على حسب موقع ترانسفير ماركت. الاهلي صارف 5 مليون دولار. يبقى مين اللي بيصرف اكتر؟ يبقى انت. كون ان انت بقى ما وفقتش انك تجيب صفقات بالعيار التقيل، انك انت رايح تجيب شويه لعيبه تتحط في ثلاجه فاكهه، ومدرب كبيره يقف في شارع عبد العزيز يبيع موبايلات، هو ده اخركم. دي حاجه تخصك. انما لما تكلمني في الاهلي يجيب لعيبه زي محمد علي بن رمضان، يرجع حد زي تريزيجيه، ياخد زيزو من قلب نادي الزمالك ببلاش ويحرق قلبكم عليه ويعمل مشاكل كبيره قوي عندكم، دي حاجه تانية. انما تطلع تقول لي لعيبه فرز ثالث، طب تمام، وبتجيبوا مدربين بملايين الدولارات ولاعيبه، وفي الاخر بطل الكونفدراليه يكسب بطل دوري ابطال افريقيا في السوبر. طب ممكن تقول لي طالما انت العمليه سهله قوي عندك كده، ليه ما شفناش سيادتك بتاخد البطوله دي من 23 سنه؟ يعني انت خلفت وابنك ما شاء الله كبر واتجوز وخلف ولسه ما خدتش دوري ابطال افريقيا. طب لما هي سهله كده ما بتاخدهاش ليه؟ مش عارف تشترك فيها اخر 3 سنين ليه؟ ولما كنت بتشترك قبل كده بتطلع حصلت مجموعتك فيها ليه؟ ولما انت دوري ابطال افريقيا او كونفدراليه بيكسب بطل دوري ابطال افريقيا في السوبر، طب ما خدتش البطوله اللي فاتت ليه وطلعت من بطل جنوب افريقيا اللي قبل الاخير في الدوري بتاعه؟ ما خدتهاش ليه؟ طالما انت حلو قوي وفرود. طبعا ده تلقيح ان لما الزمالك كسب النادي الاهلي في السوبر بضربات الجزاء الترجيحيه، فدلوقتي بقى بطل الكونفدراليه بيكسب بطل السوبر. وده ما يعرفش ان هو تقليل من فرقته، ان يقول لك الزمالك مثلا موجود في دوري ابطال افريقيا فريق كبير يقدر يكسب اي حد، في الكونفدراليه كبير يقدر يكسب اي حد. لا، ده تقليل من شأنك. وبتتكلم ان الاهلي بيجيب مدربين بملايين الدولارات، او زي ما انت ما بتقول بالملايين. طب في حاجات انت فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى انت مالكش في كاس عالم للانديه، ما حسيتش لذته، ما شفتش مكافئاته، ما لعبتش انتر كونتيننتال، ما شفتش لذتها، ما خدتش الكاس بتاعها ولا خدت مكافئاتها، ما رحتش لعبت كاس عالم امريكا، مالكش صيت، مالكش
في البطولات دي حاجة، يجي لك رعايات ضخمة ويكبر اسمك وتقدر تطور من فرقتك وتضاهي الفرق العالمية الكبيرة. فاحنا عذرينك، احنا بنجيب علشان اللي حكيته لك ده، انما انت بتتسول. الحقوا الزمالك اتبرعوا ولو بجنيه، وواحد راح من جمهور الاهلي اتبرع ب 85 جنيه 85 قرش. شفت يا اخي جمهور الاهلي ده كياد، اقسم بالله ده احنا كالحين كلحت الدنيا كلها. شفت راح اتبرع لك بس بمبلغ معين، دي ذكرى عندك معينه. في كفايه عليك كده، ونخش على الخبر الثاني. وصدق او لا تصدق واعملوها نقطه وضحكه، محمد صبري المذيع اللعيب القديم لنادي الزمالك والمذيع في قناه الزمالك اللي طالع بيقول لك نجنس خوان الفينا نفسه يلعب لمنتخب مصر. هو منتخب مصر ده بيرمرم كده اي حد يخش منتخب مصر؟ ولا احنا بلد ما فيهاش لعيبه تقيله عشان نروح نجيب خوان الفينا ده اللي هو فرز خامس في البرازيل ولا فرز عاشر؟ ما انت دور على اخوان الفينا ده في ماتش الاهلي كان موجود فين؟ في جيب احمد نبيل كوكا. هو انت فاكر مثلا المنتخبات اللي هنلاعبها تفتكرها ان هي زي مثلا وادي دجله مع احترامي ليهم والاسيوطي والفرقه التعبانه دي؟ لا يا حبيبي. وكمان ندفع لنادي الزمالك فلوس؟ هو انتوا للدرجه دي شحاتين؟ هو انتوا للدرجه دي معدمين دقه مش لاقيين؟ عايزين تجيبوا اي فلوس من الهوا؟ بتجيبوا اي فلوس من اي حته؟ بتتسولوا للدرجه دي؟ خوان الفينا ايه اللي يتجنس؟ ولما يكون عندي عمالقه في الخط الامامي ده، زيزو زيزو خدت بالك؟ زيزو، تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى فتحي زملكاوي بس لعيب كبير. انت بتتكلم في ايه؟ اروح اجنس ده؟ خلاص اللعيبه عندنا اتعدمت عشان نجنس ده؟ ولا انتوا مش عارفين تصيطوه كلاعب كوره في الدوري بعد ما الاهلي قضى عليه تماما، فجايين بيصيطوه بقى ان هو يبقى في منتخب مصر؟ لا، منتخب مصر كبير، قيمه عاليه قوي، وما بيرمرمش يا محمد يا صبري. تالت حاجه معانا بعد ما تربط لي اللايك، فضيحه مدويه فجرها وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق، وقال لك ان في يعني الدنيا في الزمالك بايظه. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لك انا وانا موجود كان بيدفع لناس معينه مدربين في قطاع الناشئين بال500,000 جنيه علشان لعيبه تتأيد، وترجع تقول لي ما بقاش في مواهب. ليه؟ لان بقى فيه زي ما انتم شايفين رشوه علشان يأيد لعيب ملوش في الكوره، ما عندوش فكره، زي ما قال وليد صلاح عبد اللطيف، وقال لك عندي الفيديوهات اللي تثبت ده. وبعد كده الناشئ اللي هو دخل بالفلوس ده يتربى على ايه بقى؟ هو داخل بفلوس، داخل غلط، داخل برشوه، يتربى على ايه؟ على كره النادي الاهلي، والاهلي نادي الدوله، والاهلي بيكسب بالحكام، واحنا اداراتنا حديد، وانا ركب حديد، وجمهوري حديد، وكل الناس حديد، وكلكم بيتامر عليا. بس هو ده اللي بتعرفوا تعملوه وبتصنعوا بيه الناشئ. انما تجيبوا ناشئين زي ما كان بيحصل زمان؟ لا. فعشان كده ما بقاش عندكم مواهب. بعد كده تطلعوا تقولوا ان الاهلي هو السبب. بيقول لك معايا تسجيل صوت وصوره، فيديوهات صوت وصوره، المفروض يطالب بان هو يطلعها والناس دي تتعاقب، لان الناس دي بتبوظ الكره في مصر، الرياضه، صناعه الرياضه. فحاجه عجيبه. وبعد كده نرجع نقول زي ما قلنا ان النادي الاهلي هو السبب وان الناس كلها بتتامر. عايزين نشوف اسلام صادق يطلع يتكلم، خالد الغندور، رضا عبد العال، الناس الحلوه دي هنا هتحط، اطلعوا حطوا سبوت على المصيبه دي، واطلعوا طالبوه وقولوا مين هو اللي عمل كده عشان نبتره من نادي الزمالك، ويرجع نادي الزمالك يبقى المنافس الثاني بعد النادي الاهلي. ما هو دلوقتي الزمالك خلاص، الزمالك بيعلن افلاسه زي ما بيقولوا، ونفوجئ ان هم جايبين مدرب اجنبي لكره اليد. يا اخي والله العظيم اسمع كلامك اصدقك، اشوف شحاتك، قصدي اشوف امورك استعجل. فيعني كانت دي دردشه سريعه. النادي الاهلي هيسافر بسلامه الله بكره ان شاء الله لبروندي، واول مباراه ياس تروب، واللي هيقود المباراه عشان تبقوا فاهمين عادل مصطفى، او تحت قياده عادل مصطفى وهو اللي هيبقى واقف على الخط، ولكن اللي هيحط التشكيل عادل مصطفى. وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. يعني كانت دردشه سريعه على اللي بيحصل على الساحه الرياضيه. اشوفكم في حلقه جديده، سلام عليكم.